يلا بينا نتعلم مع بعض طريقة شنطة الأوريو. صلوا على النبي. يلا نبدأ. هنحتاج خيط الكليم متوسط السمك وإبرة رقم 7. هنبدأ بالدايرة السحرية، هنلف الخيط على ايدنا ونعمل اكس، هنسحب الخيط من تحت وبعدين هنسحب الخيط من اللفة اللي على الإبرة بالشكل ده، وبعدين جوه الدايرة السحرية هنعمل 6 غرز حشو. بندخل جوه الدايرة السحرية ونسحب الخيط ونطلع الخيط من الحلقتين اللي على الإبرة كده، 2 3 4 5 6. هنطلع بقى الخيط ونسحبه ونشده كويس، هنلاقيهم ضموا على بعض بالشكل ده. هنقفل بقى الراوند ده بطريقة مختلفة شوية، ركزوا معايا. هندخل من ورا الحلقتين دول، اول غرزة عملناها من ورا كده هندخل تحت الضلعين وهنسحب الحلقة اللي هي دي كده من تحت الحلقتين بالشكل ده، وبعدين هندخل القطعة دي معانا داخل الحلقة من ناحية الشمال. يعني هنمسك الحلقة دي كده ومن الشمال لليمين هلفها على القطعة، ويبقى معانا الخيط اللي جاي من البقرة هنسحبه من قريب القطعة كده، هتعمل لنا العقدة دي، وبعدين هيبقى معانا حلقة والخيط اللي جاي من البقرة هنشده بقى للآخر لحد ما يعمل لنا الضلع ده كده. وكل مرة في كل راوند هنقفل بالطريقة دي. في الراوند التاني بقى هنعمل فوق كل غرزة غرزتين حشو، هيبقوا 12. يعني دول 6 فوقيهم كل غرزة 2 يبقوا 12. فهندخل بقى جوه حرف ال V، مش تحت الضلعين، لا جوه حرف ال V، يعني من ورا هتبقى بالشكل ده، ونسحب الخيط. ودي كده اول غرزة في الراوند التاني. الغرزة اللي بعدها هندخل برضو في حرف ال V كده ما بين الحلقتين ونعمل غرزتين حشو كده، اول غرزة. والغرزة التانية في نفس المكان، نتأكد من ورا ان احنا طالعين من نفس المكان. هنكمل بقى الراوند كله في كل غرزة 2 غرزة حشو، بس اهم حاجة نكون بندخل ما بين الحرف ال V مش تحت الحلقتين اللي هما بالعرض. هكمل الاخر وارجع لكم. تعالوا نعد هنا احنا وصلنا لكام. دي اول غرزة، ودي كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده ناقص غرزة في نفس المكان اول غرزة عملنا فيها هنعمل فيها واحدة كمان، عشان كده نقفل في كل غرزة غرزتين حشو. كده خلاص خلصنا الراوند التاني. المكان اللي في جوه ده لما بيفتح معانا كده بنقفله وبنشد الخيط القصير، بس انا محتاجاه واسع علشان هحط فيه اكسسوارز. هنقفل بقى الراوند ده بان احنا بندخل برضو تحت الحلقتين من ورا، نفس طريقة قفلة الراوند الاول. كل راوند كده برضو بسحب الخيط وبعدين بلف الحلقة دي من الشمال لليمين حوالين القطعة دي، وبعدين بسحب الخيط اللي طالع من القطعة لحد ما يعمل لي العقدة. بعد كده نسحب الخيط ده كده، عمل لي ضلعين نفس الشكل بالظبط.
عادي بقى. بعدين بظبط الشغل كده، ولو عايزين نضيق السنتر ده بنشد الخيط ده كده للاخر علشان يضيق. لكن انا زي ما قلتلكوا هركب فيه اكسسوارز دلوقتي. هركب فيها ده اسمه زرار مسمار كابس، بيتباع في مستلزمات اكسسوارات الشنط، في منه الوان كتير. بركبه كده. الجزء اللي من بره ده اللي هو هيبقى الوش، هيبقى فيه الشكل ده، ومن ورا هقوم عاملة هكبس فيه المسمار ده كده عشان يثبته، كان علشان احتياطي نلزقه عشان ما يفكش، بس هو بيكبس يعني كويس. تعالوا بقى نضيق عليه السنتر، ان احنا نشد الخيط ده جامد كده. بقت معانا بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل الراوند التالت. كل مرة بندخل في اول حلقة او اول غرزة عملناها في السطر القديم، بندخل برضو زي ما متعودين في حرف الفي كده في النص، نتأكد من ورا ان هي داخلين تمام، وهنسحب الخيط وهنعمل اول غرزة حشو. دي كده اول غرزة معانا في الراوند. احنا هنا في الراوند التالت بنعمل مرة غرزة حشو واحدة ومرة غرزتين حشو، يعني مرة مفرد ومرة مجوز، مرة مفرد ومرة مجوز، وهكذا. يعني هنا بدأنا بواحدة، في الغرزة اللي بعدها بنعمل 2 حشو في نفس المكان ونكرر. يعني انا هنا عملت مرة غرزة ومرة تزايد، مرة غرزة ومرة تزايد، وهكذا. وممكن بقى نعلمها ان احنا في الراوند التالت فبنكرر 3 غرز، لما هنطلع الراوند الرابع بنكرر 4 غرز. اخر غرزة هنا عملتها تزايد، فاللي بعدها هعمل غرزة واحدة. وخلينا متفقين ان السطر دايما او الراوند دايما بيتقفل بتزايد، لازم اخر غرزة بتتقفل بتزايد فيها تزايد، لان انا ببدأ دايما بغرزة واحدة في البداية من غير تزايد يعني، فلازم تبقى تزايد وبعدين واحدة. نقفل بقى الراوند زي ما متعودين. ويلا نعمل الراوند الرابع. الراوند الرابع بندخل برضو في اول غرزة في السطر اللي فات ما بين حرف ال V كده، احنا داخلين صح من ورا. وبعد كده نعمل اول غرزة. هنا بقى هنكرر 4 غرز، يعني هنعمل مرة مفرد والتانية مفرد والتالتة تزايد، يعني كده 4 غرز، 1 2 والتالتة فيها 2 يبقى 4. التانية اهي الغرزة التانية فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة رقم 3 فيها 2. كده تزايد. الغرزة التانية لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا بداية من السطر ده، اي غرزة كانت تزايد في السطر اللي فات ما ينفعش نعمل فيها تزايد برضو. هكرر وارجع لكم. هنا وصلنا لاخر غرزة، قلنا لازم يبقى دايما فيها تزايد، فدي كده هنا 1 1 والتالتة 2 تزايد، والبداية هنا 1. يلا نعمل اخر غرزتين ونقفل الراوند زي ما متعودين. راوند رقم 5 خلاص بقى عرفنا الفكرة. ندخل في اول غرزة بعد ما قفلنا، وبعدين نعمل غرزة واحدة واللي بعدها برضو واحدة واللي بعدها واحدة والتالتة فيها 2، كده يبقوا 5، وهنكرر ال5 غرز دول. بس عايزين ناخد بالنا هنا من التركة اللي قلتلكوا عليها. السطر اللي فات فيه مثلا هنا تزايد، لازم فوق كل غرزة تبقى واحدة بس، ما يبقاش فوق التزايد تزايد، وإلا هيبوظ شكل الدايرة. لو حصل كده يبقى احنا غلطانين في العدد او بدأنا غلط او في مكان غلط. فنعيد تاني كل مرة نشتغل فين، يعني دي مثلا تزايد غرزتين في غرزة، لا هعمل فوق كل واحدة غرزة واحدة بس، ما ينفعش يكون فيهم
ولا واحدة فيهم تزايد، دي غرزة ودي غرزة، ودي اللي بعدها تزايد. حتى ممكن واحنا بنشتغل نعلم ان بعد التزايد في السطر اللي قبله الغرزة اللي بعدهم هي اللي فيها التزايد، يعني كده واحد وكده واحد واحد وهنا اتنين، وهكذا في كل مرة بنعمل كده. لو شوفنا هنا مثلا تزايد، لو نلاحظ مفيش غرزة فيها تزايد فوق منها تزايد، كده ما ينفعش، تبقى بلوك، ما ينفعش فيها تزايد. بقيت بس أكد على المعلومة علشان الشكل ما يبص مننا. نعمل بقى الراوند الخامس ده، كده أول غرزة، والغرزة اللي بعدها نعمل فيها غرزة حشو واحدة، واللي بعدها غرزة حشو واحدة، والرابعة تزايد، يعني غرزتين في غرزة. وبكده الخمس غرز دول هيتكرروا لآخر الراوند. الخمس غرز دول اللي هما مكونين من 3 مفرد و2 مجوز. هكمل بقى للآخر وارجع لكم. هنا بس عايزة ألفت نظركم لحاجة علشان الدايرة تبقى مفرودة معايا مش مقوصة كده. في تريكات واحنا بنشتغل الغرز واحنا بندخل علشان نعمل غرزة الحشو. اولا لازم ناخد بالنا ان احنا بندخل في حرف الفي. تاني حاجة لازم نفرد الخيط كده يبقى في نفس المستوى بتاع باقي الغرز، زائد ان الابرة تبقى مستقيمة مش معوجة. تاني حاجة الحلقة اللي بنقفل بيها، يعني دلوقتي كده دي معدولة، لما اجي اقفل الخيط اللي بقفل بيه ده لازم يبقى مش واسع قوي ومش ضيق، يبقى يدوب على الابرة كده مريح. هكمل بقى الراوند الخامس ده عشان نشوف هنعمل ايه. خلصت الراوند الخامس وكمان قفلت الراوند وطلعت الراوند الجديد بالغرزة الأولى. الراوند السادس خلاص بقى معروفة، هنعمل 4 غرز مفرد وفي الخامسة 2 يعني تزايد. كده عملنا واحدة مفرد، يبقى التانية غرزة واحدة، والتالتة نفس الكلام غرزة واحدة، والرابعة كمان غرزة واحدة. او تلاحظوا كده احنا اشتغلنا فوق التزايد اللي كان في السطر اللي قبله غرزة في كل واحدة. هنا الخامسة هنعمل فيها تزايد، دول كده 6 غرز واحنا في الراوند السادس، فهنكرره لحد اخر الراوند. وده كده بالنسبة لي هيبقى اخر راوند، لان انا هو ده المقاس اللي انا عايزاه. ممكن تكبري عن كده او تصغري، نفس الفكرة. لو هتعملي راوند سابع مثلا هنكرر 5 غرز مفرد وفي الستة 2، ونكرر 7 غرز. كمل للآخر، وطريقة قفل السطر الأخير هتبقى مختلفة عن كل مرة. آخر غرزة هنا في الراوند اللي هي التزايد، عملت 4 مفرد والخامسة هعمل فيها تزايد. هنيجي هنا برضو هنقفل السطر في الغرزة الأولانية، بس هنقص الخيط الأول، وبعدين هنسحب الخيط كده، وبرضو هندخل تحت الحلقتين من ورا نسحب الخيط، وبعدين هندخل في المكان اللي هو طالع منه الخيط الحلقة الأخيرة برضو من ورا، وهنسحب الخيط بالشكل ده. كده عملنا برضو نفس شكل الغرزة بالظبط. نبدأ بقى هنخفي الخيط من ورا كده في الشغل بتاعنا، والخيوط دي بقى بنخفيها بقيتها اما بغرزة التنظيف او بإبرة مقاسها اصغر من اللي احنا بنشتغل بيها.
تعالوا نشوف كده المقاس ده عمل معانا كام سنتي. عمل معايا 12 سنتي. انا كنت شغالة بإبرة رقم 6، غيرت في النص عشان كنت عايزاه اصغر شوية، برضو على حسب الإبرة اللي هتشتغليها المقاس هيطلع معاكي مختلف. عايزين بقى نعمل من القطعة دي قطعة كمان، هعمل زيها بالظبط بنفس عدد السطور وعدد الغرز وكل حاجة. هنا بس عايزة اوريكم ان انا لو غلطت في النص وقفلت الراوند وانا غلطانة او حاجة في عدد الغرز، باجي افكها بكل بساطة من العقدة اللي احنا عقدناها. بنفضل نسحبها كده لحد ما تفك معانا، وبعدين الحلقة دي بنرجعها من اليمين للشمال عكس اللي عملناه في الاول، ونطلع الخيط. احنا طلعنا الخيط الصغير معاه مش مشكلة، نرجعه تاني. دي طريقة فك الراوند لو غلطانين او حاجة. هنا انا بقى معايا الدايرتين خلاص، هنبدأ بقى نشتغل في جسم الشنطة نفسه. الدايرتين قد بعض بالظبط. يلا بقى نشتغل في جسم الشنطة. هندخل من قدام تحت الحلقتين في اي مكان عادي، وبعدين هسحب الخيط وهنخفي الخيط الصغير ده معانا، وهعمل 14 سلسلة كده. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. نتأكد بقى